جمهور نادي النجمة روح المدرجات الرياضية اللبنانية وقلبها النابض، بيد أن ثمة من يحفز هذا الجمهور، يحمسه، يحركه ويثير جنونه. إنه الجندي المجهول حسين حمود. نادي النجمة هو نادي صاحب القاعدة الجماهيرية الأكبر بلبنان، نادي بيجمع كل الطوائف، نادي بيجمع الشباب والصبايا وعائلة على مدرج واحد وصوت واحد. كل لاعب بلبنان حلمه يلعب مع نادي النجمة. في شي بالجمهور بيخليك تعشق النادي، تعشق الفريق، تعشق جمهوره وإنك تكون واحد منه. مش قصة عمري لا كأس بطولي، نحن عشقنا النجمة عشق من الطفولي. أنا وصغير كنت أنطر ماتش النجمة قبل بجمعة، كنت أحضر ثيابي وجهزهم. الماتش اللي ما كنت أحضره كنت أبكي يومين وثلاثة. خانا خيي الكبير هو اللي حببني بالنجمة وخلاني شجعهم. كان بوقتها الكابتن موسى حجاج هو المثل الأعلى والقدوة لنا بنادي النجمة. تربينا ببيت وعلمونا إنه نادي النجمة هو أساس الحياة، والحياة بلا نادي النجمة ما لها طعمة. حسين من هو صغير كان يهرب من المدرسة ليحضر ماتش النجم. أنا مفكره بالمدرسة حسين، كنا نحن عم نحضر شوفوا بين الجمهور، وكان يجمع مصروفه لحتى يشتري العلم وبدلة النجمة. علشانك جينا يا نجمة، بعدك فرجينا يا نجمة، علشانك جينا يا نجمة، بعدك فرجينا يا نجمة. بما أنه إلي 20 سنة على المدرج، كنت مع الفريق بأصعب أوقاته، عانينا كتير وتحملنا كتير، انبسطنا سوا وزعلنا سوا أنا والجمهور. العالم تعودت علي وحبتني، حتى صارت محبة العالم جزء كبير وأساس بحياتي. أنا كتير مبسوطة بابني، لأنه ابني بحب النجمة يعني، وهيدا شيء إنه كتير حلو. وأكتر الناس اللي بيشوفوني بيقولوا لي أنت أمه للسنسون مجنون النجمة، يعني ساعتها أنا بفتخر فيه أكتر وأكتر. وأكتر شيء مبسوطة فيه كتير لأنه هو مجنون النجم. هو عشق أزلي منحه حسين لفريق النجمة، فماذا حصل في المقابل؟ محبة العالم خلتني أتعلق بالنجمة وجمهورها أكتر وأكتر، حتى صرت وين ما أكون صاروا يعيطولي نجماوي أو يا مجنون النجمة. هذا الشيء أنا بشوف حالي فيه وكتير مبسوط فيه. الله أكبر نجمة، الله أكبر نجمة. حسين المثل الأعلى بالعائلة، كل العائلة بتحبه، إخواته، خالاته، القرايب كلهم بحبوه، وهو الروح الحلوة بالعائلة حسين. محبة العالم إلي هي دافع كتير كبير لحتى ضل عم شجع الفريق وقدم كل شيء بقدر عليه للفريق ولجمهوره. الله أعطاني نعمة وبشكر الله عليها اللي هي محبة العالم، وهذا الشعور متبادل بيني وبين كل إنسان بيحبني. صدقاً أنا هودي الأشخاص اللي كلهم أنا بشوفهم مع ابني بحبهم مثل ما بحب ابني، لأنني كتير هني بحبوه صدقاً. أنا من وراء التشجيع عانيت كتير بصوتي وحنجرتي، جربت أعالجها وحلها المشكلة حتى كبرت وتفاقمت، ووصلنا نتيجة إنه قال لي الدكتور إنه يمكن بيوم من الأيام أخسر صوتي. 20 عاماً إذن وحنجرة الحسون لم تتخلى عن هتافات الحب. العاشق النجماوي حذر من إمكانية خسارة صوته ولم يأبه. حال حسين كحال كل من أحب نادي النجمة فأخلص له. فهل يكون أداء النجمة في المرحلة المقبلة على قدر توقعات جمهوره؟